يعني انا مثلا بحس، انا عم راقب كل يوم انه لما بتصير في غارة على لبنان او مقتل احد فرحين من بيكونوا. المقاومة، دغري بيتعاطوا بفرح. مقتل فلان، مش عارف شو يا حبيب وهن القلب، عرب، له هيدي ايه. اسرائيل وهيدا شهيد لا، لانه اخذوا الى مكان اخر. ده يعني ثقافة طبعا المقاومة ما راح اسالك أصبحت نعم. معادية لهؤلاء، نعم. وهؤلاء طبعا. ذهبوا مع الإسرائيلي لأبعد ما أنت طبعا ما تتصوره. راح اسالك لانه واضح انها منظمه، يعني حتى بيفوتوا على الهاشتاجات طبعا تبع طبعا طبعا في يعني غرفة، اللي انت بتكون فايت مثل عليها. نعم. مثل ما في فرقة 8200 الإسرائيلية اللي هي إلى تلاميذها بلبنان وبغير لبنان، إلى أتباعها اللي عم بيسوقوا للإسرائيلي. صار في أيضا يعني كمان وحدات 8200 عربية تتناغم مع الإسرائيلي. اليوم نحن في جبهة مساندة لغزة، مش هيك؟ اللي هي المقاومة بلبنان أو بالعراق أو واليمن. باليمن أو أي. وفي جبهات مساندة لإسرائيل وأمريكا. بلبنان عندنا بالداخل مثل ما في بالعالم العربي. هون الانقسام. هونيك جبهة مساندة للإسرائيلي، نعم. وهون جبهة مساندة ولكن ضد ببعض الإسرائيلي. الدول تخطت كثير، يعني بلبنان بنشوف انتقادات، بنشوف هيك بيبرموا حول الموضوع، لا والله عم نرفض بيروحوا الحرب، ايه. مباشرة. ولكن احيانا من كتر قرفي والله بيجي لكسر في التليفون. لا فعلا، في لانه من في بعض، ناس وصل فيها الهبل لهالدرجة ايه، من في من اللاوعي، من الحالة اللي وصلنا لها. ما عندكم، ما بتقروا الصراع، ما بتقروا انت اسرائيل، انتم اعداء اكثر من احنا اعداء. لا انا للاسف. بالامس لهيدا الكلام كنت عم تابع كمان استاذ رفيق في احد الناشطين، هو معروف يعني معروف هو ضد محور الممانعه والمقاومه، ولكن كان واضح كتب انه يا جماعه انه انتم ليش مبسوطين هالقد انه عم بينضرب حزب الله و والحوثيين، انه هيدي اسرائيل، ما اوكي نحن ضدهم لا، ولكن هي اسرائيل. للأسف وصل جزء من العقل العربي اللي بدل فيوزات فيه، صار مقتنع على أنه لا، بده يفوت بمصالحة تاريخية مع الإسرائيلي، وأنه شو بدي بالفلسطيني. أنا بس بدي أقول لجماعة الداخل عنا هون، وهذا طرحته السؤال هذيك المرة. نعم. لو خسرت المقاومة في لبنان الحرب هاي، تحديدا حزب الله إذا خسر الحرب، نعم. أنتوا عارفين شو حيحصل بالبلد؟ شو تأثير ذلك؟ أول شغلة يا عظيمين يلي بدكم السيادة، توطين الفلسطينيين. طبعا. تاني شغلة توطين السوريين. السوريين يعني مبسوطين إذا خسر. اذا إذا توطن. في حدا هلأ مانع حيمنع ذلك ويحول دون ذلك، هو المقاومة في لبنان. وما عم بقولها أنه اللي دافع عن اذا المقاومة، هي توطن. المعادلة. لك إذا خسرت المقاومة الإسرائيلي، ما مثل ما عمل فينا بأيار ب 17 آب، بده يوطن تنتهي قصة. ما خلينا بقى تقول إنه في عودة الفلسطيني استاذ رفيق، ولا عودة السوري. اذا قلنا في 2 مليون سوري، هو في اكثر. أكثر طبعا. ايه، وعندنا قد ايه؟ 700 800 الف 900 الف 500 ألف 500 يسيد الف الفلسطيني، هي 2 فلسطيني. ونص، وفي عندك 200 300 ما بين كلدان واشوريين وشغلات فيها مش محسوبين. ها طيب اذا ايه. وطنا كل هدول شو بقي نحن؟ ما قد ايه هذا صار بدك، قد ايه صار ما عددنا بدك بالنسبه؟ تفهموا لهيدا الاهبل اللي رايح مثل شو اسمه، بقول زياد الرحباني، ولا انت انتبه على حالك شو عم تعمل. ما في شيء اسمه فدراليه وتقسيم وانت بتاخذ شقفتك. هيدا البلد يا بيروح كله ساعتها يا بيبقى بياخذوا لك كله. اياه. ليش اذا عملت انت بهالشقفه فدراليه وهول احاطوا فيك شو كيف بتعيش؟ ما بعد شوي بدهم ياكلوك هيك ني. بالتالي انت من مصلحتك نعمل معادله مع الاسرائيلي، ويكون عندنا هاي المقاومه لغايه ما ناسس لجيش قوي ودوله قويه. وساعتها بدك تفتح ملف التوطين الفلسطيني اللي بتجبر فيه انت على انه يكون في حل هالقصه. وساعتها انت بتكون قوي بموقفك من موضوع اللاجئين السوريين. غير هيك لك بدك تروح فراتة. ما حدا بده يفهم، ما حدا بده يوعى. هبل وشغالين كلها ثقافة قطيع، مثل ما كل موقع يعني حدا سياسي لأنه أسباب وأسباب معادية للمقاومة، بيجي جزء من الجمهور بيلحقوا، بيروح الهبل لحل محل ما بدك بيوصلك. ما حدا بده يفهم، ما حدا بده يقرأ تاريخ، ما حدا بده يستحسن من كل لك شو عمل الإسرائيلي بالبعض بلبنان. لك مش هو اللي استقل عنك بالجبل. لك لما ترككن بال2000 ودعس على راسه لهيدا عند بوابة فاطمة وقال له هداك بنستاهل أكثر نحن. لك شو عمل فيكم هذا الإسرائيلي اللي مش فرقاني معه لا أنتو، شو ما كان طائفتك ولا أي حدا بيهمه هو مصلحته. بيهمه إنشاء يهودية الدولة. ليش البعض فهمان
انه ليش أي دولة، إيه، مطحنة وقديش غزة. حدودها. ما مطحنة غزة كان الهدف مثل ما هي صفقة القرن، بيروحوا على شبه جزيرة سيناء. نعم. ومثل ما عم يصير بالضفة الغربية هلا تمهيد لإخراجهم إلى الأردن، وعرب 48 إلى لبنان مرة أخرى، واحتلال غيرهم. جزء من جنوب لبنان. ولغاية الليطاني مثل ما لغاية كان الليطاني، بيطمع. وبناء مستعمر. ومن ثم يهودية الدولة بعده لحد هلا الإسرائيلي بيطمح ب6 مليون يهودي جديد. طب إذا أجوا هول ليش حيتساعوا فلسطين؟ طبعاً. ما بده يعمل أكارديون، بده يتوسع قال حسابها. بنيامين نتنياهو بده يتوسع بالسابق حسابها. بده يوسع حتى مستوطنات بجنوب لبنان. طبعا بجنوب هاي لبنان. البعض ما بده يفهمها. نعم. طيب شو بتساوي فيه؟ صعبة. نروح لفاصل، بعد يلا. الفاصل أوكي. بنكمل الحديث. فاصل ونعود لمتابعة السياسة اليوم. إذا عودة لمتابعة السياسة اليوم، ومرة جديدة بدي ارحب بضيفي مدير المركز الدولي للإعلام والدراسات أستاذ رفيق نصر الله. أستاذ نصر الله، أهلا وسهلا فيك من جديد. طبعا نتحدث عن نجح الإسرائيلي في قلب العداء بالمنطقة الإسرائيلي والأمريكي. والأمريكاني ومن معه طبعا. أنظمة عربية. وطبعا كان الهدف هو الأساسي حفظ الأمن الاستراتيجي لإسرائيل. هلا كنا عم نحكي برات الهواء عن ديفيد هيل وكذا. هيل بيقول له لضابط لبناني كبير، حسميه لك ايه، للواء شحيتل لما كانت وقت الانفاق، قال له إذا أنتم قدران توصلوا لسيد حسن أو نحن من هلا أخذ هذا العرض وأنا مستعد أكتب لك إياه على ورقة، إنه نعطيكم كل النقاط المختلفين عليها، ونعطيكم مزارع شبع، وبيكون في مساعدات كتير كبير للبنان، وبنعمل اللي بدكم إياه، ودور لحزب الله كتير مؤثر بالوضع السياسي. بس فقط مطلوب شغلة واحدة، ما بقى يجيب السيد حسن سيرة القدس. خلص يتخلى. هيدا شو ما كل اللي عم بتشوفه انت هو لحفظ الامن الاستراتيجي لاسرائيل على مستوى المنطقه. نعم. ليش على كل حال حصل انقلاب. نعم. انقلاب في المنطقه. قبل ما نكمل استاذ رفيق، هيدي مراسم استقبال الرئيس ميقاتي بالعراق مع طبعا رئيس الحكومه العراقيه محمد شيع السوداني بالزياره التي بدأها رئيس ميقاتي. سنتابع بعد قليل طبعا المؤتمر الصحفي المشترك. ايه تفضل كمل. صار في يعني انقلاب بالصوره بالصراع العربي الاسرائيلي من بعد زياره السادات لغايه ال67. بس مشان يسمعوا البعض، كان حلم اسرائيل من عبد الناصر ومن كل الدول العربية بس فقط حق الاعتراف بالوجود. انه يعني وهي محتلة سيناء والجولان والضفة، انه اعطوني حق الاعتراف بالوجود، انا بنسحب من كل هؤلاء وخلص. هن والعرب مهزومين بال67. بيروح عبد الناصر طبعا والملك والكل على الخرطوم، الملك فيصل، وبيعملوا اللقاءات الثلاثة، لا صلح لا سلام لا استسلام ومش عارف شو ولا تفاوض. بعد 73 الانقلاب الجذري اللي حصل بعد الخيبة 101 وبعد الصغرى اللي كانت فيلم من كيسنجر وغيره كل شيء، ثم زيارة السادات واجت كام ديفيد، بدأت العربدة الإسرائيلية. صاروا العرب محتاجين من الإسرائيلي إنه يقدمون، وجينا على قمة بيروت وغير قمة بيروت وشعار الأرض مقابل السلام. تنازل العرب، هذا النظام الرسمي كل ما بيتنازلوا العرب نازلوا عن كل منظومة القيم اللي نشأت منذ بداية 48 بالصراع غيره، اللي نحن هلا عم نعيش تداعياته. نحن شو حلمنا هلا؟ سلام. وصلت مرحلة هلا، معلش أنا زلمة بنتقد ما بتفرق معي حتى نحن بالمعركة، مع أنه بعدين لازم. هلا صار كل طموحنا وقف اطلاق نار، انه السلام مقابل السلام. ما بقى في سلام. ما حدا في وقف اطلاق النار امام المجازر. صار قرارنا وقف اطلاق النار. وتروح انت من الثوابت اللي ولكن استاذ رفيق ما بدي اقاطعك، ولكن أليس من المفروض كان عملية 7 أكتوبر وهذه الضربة والانتصار تكسر كل هذا المسار اللي خسرناه بالسابق؟ نجحوا العرب والأمريكان والإسرائيليين بعدم استثمارها. تعرف لو النظام الرسمي العربي على تعاسته استثمر بهذا الأمر، وخاصة من بعد أول مجزرة اللي ارتكبت بمستشفى غيره، اجا ضربوا ايدهم على الطاولة وقالوا وقف التطبيع على السفراء الإسرائيلي يطلعوا برا ويحصل كل اللي حصل. كنت قلبت الصورة وكنت ما وصلته لهون لهي اللحظة لنتنياهو، لكن للأسف الموقف العربي الرسمي جبان، ضيع هذا الانتصار. الكل بإيد الأمريكان. ضيع الانتصار. لا يستطيع أحد إنه يبعث رغيف خبز
إلى غزة إلا بأمر من الأمريكي، وهن مستتبعين للأمريكان اللي هن عمال يديروا هذه اللعبة في المنطقة. في أيضا في تفصيل مهم أستاذ رفيق بدي أسألك عنه، إذا تغيرت الإدارة الأمريكية يعني هوكستين كمان بيتغير طبعا. ونرجع من أول وجديد، ما يلحق ولا مشوار بالضبط، بنرجع من أول وجديد طبعا من جديد. وعشان هيك بنقول للبعض ما تراهنوا. بدك أنت قلت كلمة كويسة قبل شو اسمه، بدناش نتنبأ، ولكن يا أخي هيدي قراءة، لا القراءة شيء والتوقع كل شيء. الاحتمالات. أنا كقائد عسكري إذا بدي خذ معركة بدك تشوف الميدان والأسلحة وعدوك. حتى حالة الطقس بتعرف ب 73 أنا عملت الكتاب حروب لا تنتهي، فجبت من الوثائق بحرب 73 ليش اختاروا يوم 6 أكتوبر وكان يوم رمضان مع أنه عند المصريين وغيره كان عندهم عيد شو اسمه الإسرائيلية. بس كان جابوا كل خبراء الطقس ليشوفوا سرعة الريح، ليشوفوا الموج بالقناة السويس هي عالي والله مش عالي، ليشوفوا حالة الطقس، ليشوفوا القمر بالليل، النجوم. بدك تاخذ بعين الاعتبار كل هذه المعطيات. لذلك نحن هلا بدك تحط باحتمالك هوكشتاين قد بيغيب عن الصورة. طيب بايدن راح، حتروح معه مبادرته باتجاه غزة، صح، حتروح معه يعني. هلا اوكي رجعنا لنقطة الصفر. رجعنا. طيب ترامب اللي بشرنا من هلا عم بيقول لحماس قبل ما استلم بدك تكون مرجع لي الرهائن والا يا لطيف. هلا اوكي يمكن يكون كلام، ولكن بدك تاخذه على محمل الجد كمان. نعم. اذا قد نكون امام مرحله خطيره جدا. هون عم بيعرف يستثمر فيها نتنياهو، نحن ما عم نعرف. هون بدي اسالك انا بالضبط، بعد يعني ارتفاع اسهم دونالد ترامب او الجمهوريين، اذا كان دونالد ترامب او مثل ما ذكرنا اي حدا ما بنعرف شو بصير، كمان نقبوا لترامب اكثر تشددا، بده ضربه مباشره. ما حدا فينا لازم يكون عنده وهم على انه بتغير شيء بالاداره الامريكيه من 48 لهلا. ما حدا. شوي جيمي كارتر بعد ما ترك الرئاسه بلش يحكي انه حق مع الفلسطينيين وشوي وكذا وغيره، او حاول كلينتون انه بده يعمل تسليم. بتكون في خلافات، في مبدا استراتيجي تقوم عليه السياسه الامريكيه، الأمن المتفوق للإسرائيلي في المنطقة، لأنه إسرائيل هي المقدمة للسياسة الأمريكية وحامية المصالح الأمريكية في هذه المنطقة. هل لهذا السبب شفنا بنيامين نتنياهو من أسبوعين أو أكثر بكم يوم خطابه كان وكأن خطاب 7 أكتوبر، هيك فائض قوة موجود؟ طبعا بلش هلا قرأ كل هذا الواقع. طبعا شوف انت شو عمل من 3 أيام، راح على رفح، قعد على المعبر، حطوا له كرسي ولك اجر على اجر. يريد هذه الصوره طبعا، انه قلتوا لي ويقف جالنت على الحدود، انه حتى الامريكان انه ما بدكم رفح. شوف قديش كذابين الامريكان، انه الامريكان مش عارفين انه القوات الاسرائيليه عم تتقدم على رفح، عم تقضمها شقفه شقفه. وقعد هو كان يريد هذه الصوره قبل ذهابه الى واشنطن، وعم بيقول للكل انه للداخل اكثر شيء اللي هو يعني هيسو لنتنياهو هو الداخل، لحتى ما يخسر، ما بده يرجع ولا فشخه. وبيعرف اذا بس رجع فشخه حينقض عليه يعني زعيم المعارضه وكل الشلال، ويمكن من حواليه طبعا. موقفه ضعيف، هو قدره انه يضل راكد لقدام. عشان هيك بنفس الوقت عم بيعرف يستثمر. يعني لو حرب غزه وقعت ونحن بنص حياه الاداره الامريكيه يمكن كان الوضع اختلف. هلا نحن امام اداره امريكيه بانفاسها الاخيره، رجل بانفاسه الاخير بايدن، جاي واحد مهووس كمان ما بتعرف شو بده يساوي اذا ترامب يعني وغيره. فانت ما عندك كعربي وكقوه انك اي شيء تقدر تستثمر بهذا الامر. ناطر انت لتشوف ردود الفعل عليه متغيرة. بينما نتنياهو عم بيعرف كيف يعني. بس وانا برايي الخطاب اللي حيقوله امام الكونغرس حيعطي دلالات واشارات. صحيح ما حيقول يكشف عن خطته، ولكن كيف بده يحميه الكونغرس. هذا اللي مفترض انه مطلوب هلا لجهات دوليه باوروبا. شوف انت هذا العالم الخالي من القيم، منظومه القيم، انه بتطلع اعلى منظمه لتقول انه هذا الاحتلال كذا وهذا نتنياهو كذا وغيره، ما حدا بيأثر. بينما لما بدهم عمر البشير جابوه، او الجنائيه الدوليه بالضبط، اي حدا بالضبط. السياسه والقوه اقوى من القانون. هون بتحكي لك كلمتين وكنت عم بناقش هذا الموضوع بحلقه مع استاذ بالقانون الدولي. الجنائيه الدوليه كيف جابت عمر البشير؟ ما بقى في شيء بالكره الارضيه اسمه منظومه قيم. بالاول كان يساعد ذلك لانه كان في معسكرين كبار
المعسكر الشرقي والمعسكر الغربي، صحيح. وبتنتج عنهم ثقافات معينة ودول ودعم معين، ملحقة وتوازن. بيعمل هذا التوازن. هلا ما في توازن، في سياسة أمريكية. يعني حتى الروسي ضعيف، يعني هلا هو عم يخوض بأوكرانيا بس بسياسته بالمنطقة هون ضعيف. خارج في اللي موفد عمله، وتحدث. خارج اللي عمله هذا كله مزح. ما بيقدر الروسي يعمل شيء خارج اللي عمله بسوريا للأسباب وأسباب. بس اليوم ما في سياسة روسية. والصيني مأجل، الصيني هلا فرقانة ما يحول الصيني عنده استثمارات 18 مليار بإسرائيل. ما هم صالحوا هلا ايمتى بعدين بده يتدخل او غيره. بدك تشوف الصراع الامريكي الصيني اذا حصل بالمحيط هذا. فلذلك انت امام هذا الامريكاني في منظومه من النظام الرسمي العربي تابعه. ما بقى في حدا هالنظم اللي كانت على الاقل رفع شعار فلسطين. بتعرف انا عم بتفرج هذيك يعني تعال حتى هيك انه اليس غريبا ومتناقضا انه بعز اذا بدنا نسمي الانظمه العسكريه الدكتاتوريه العربيه كانت قضيه فلسطين نظيفه، كانت اقوى بالموقف وبالاغنيه وبالشعار. ومين بيسترجي كان يجيب سيره مش تطبيع مع اسرائيل، سيره اسرائيل. كان اذا واحد بده يكتب قصيده اذا ما بلش بفلسطين قبل حبيبته ما انه شاعر. بالعمل بالمسرح حتى باكلك صح. وحتى بالاعلام، علما انك انت ضمن نظم قد توصفها ان انت. ولما جينا على ما يسمى بالحريات وعلى الثورات الملونة وكذا اصبح 3/4 اتباع وعملاء وحالتهم حالة يعني. وسقطت منظومة القيم، ما بقى في قيم. هذا جزء من المواجهة. أنا أمام مشهد غزة. يعني أي واحد بيشوف هالأطفال المشقة في هالدنيا وغيره بعده لحد هلأ بيراهن على الإسرائيلي وما بيتحركوا هالدماء. قديش هذا قليل شرف. بلش من مجتمعنا اللبناني للعربي للعالم، إنه بتتحرك بعض الشوارع بالغرب أو بالشرق وعالمنا العربي لا تخرج، لأنه صرنا مثل ثقافة فيلم السفارة بالعمارة. حتى هذا شوي صغير باخر الفيلم رجع عادل امام غير وبدل باخر الفيلم. لا هلا هذاك فيلم بس هلا كلها بعقولنا في سفارة. يا رجل في ناس ترغب بانه تتصالح مع اسرائيل. هيدا جزء من المواجهة استاذ رفيق. هيدا بده بحث وبده حلقات. كيف ما قدرنا بهيدي المواجهة انه فيوزات العقل العربي انتهت، احترقت. تركب لها فيوزات. هيدي الميديا، هي سطوة الميديا. هيدا اللي اشتغلوا فينا منذ العام 2001 لما بلشت تجينا. انا كنت بعد بتلفزيون ابو ظبي، بلشت تجينا موجات تسمى بالليبراليين الاعلاميين العرب المتامركين اللي فوتوهم على المحطات. بدك تبلش تغير، ما بتقول فدائي فلسطيني، بتقول ناشط، بعدين بتقول مسلح. بدك هذه كل الشعارات هذه كلها بتفوت لجوا وبتبلش بتطلع لي. نحن كنا ايامنا ب 76 77 لغايه 80 بتلفزيون ابو ظبي ممنوع ان يظهر العلم الاسرائيلي على الشاشه، ممنوع ان يطلع اي مسؤول اسرائيلي بالصوت ابدا. كان في والكيان الصهيوني كنا المصطلحات كله تبدل. وبعدين اجت هاي الميديا وحاربوا بالاقتصاد وبرغيف الخبز وبتدني مستوى الثقافات، بتدني المستوى العلمي. اليوم بكل الحالات اليوم شو هاجسنا عنا جزء منا بالعالم العربي؟ رغيف الخبز بدلالاته، يعني العيش. العيش. طيب تيجي انت لمجموعة مين كان بيقوم بالثورات؟ الضباط او حتى قيادات الاحزاب الكبيرة. الاحزابنا نحن صارت كلها بروستات، عواضب سلامتك، ختيرت. ما عم ننشئ احزاب جديده طليعيه ليبراليه جديده تواكب هذا. تيجي لكل الضباط. ليه ما بيتحركوا الضباط؟ بيغروهم. اولادهم 3/4 كلهم بامريكا او بالغرب. مصلحته انه ما ينحط على العقوبات، مصلحته اولاده يتعلموا، يلاقي لهم شغل بالخليج، يلاقي لهم كذا. هيدي بتعمل شو بتعمل؟ بتقيد اي حدا. لو امنت انت اقتصاد وبيئه مؤاتي للعمل، ما بس اقتصاد. لو امنا قيام نظم عادله. دولة لما بيكون في عداله. تعرف لما بيكون في عداله ساعتها حتى لو جعت بتكون قبلان. نعم. في عداله بتنعكس على مجتمعيا ساعتها على الاقتصاد وغير الاقتصاد. استاذ رفيق، هذا يعني واضح جدا. الكلام المعركة طويلة واشتغل عليها الغرب من زمان. صحيح. هون نسأل عن الدور نحن دولنا الرافضي لهذا الاحتلال والرافضي لهذه الاعتداءات. شو مخبيين؟ للأسف هذه الدول تتعرض اليوم للحصار. ليش في قانون أسر على سوريا؟
نحن ليش مش محاصرين؟ ليش مفكرين هو بس الفساد روح المصاري؟ لا، أنا في قاري حصار. لكتاب إسرائيليين أنه نحن شاركنا بضرب النظام المصرفي في لبنان، طبعا. مثل ما ضربوا المرفأ، مثل ما ضربوا بيروحوا المرفأ. بيعملوا لي ومثل ما فلان كانوا عم وفلان. بيخططوا يا ليضربوا، حبيبي يا حو بين ومثل مين ما ضرب كانوا عم المرفأ. بيخططوا ليضربوا المطار، هو هلا نفس القصة. وبعض اللبنانيين تعرف عم امبارح بيحرضوهم على هذا عجبني الموضوع. واحد اتصل فيي امبارح ضحكني، قال لي ليش خافانين يضربوا المطار إيه. والمرفأ؟ ما هن يعني صاروا موديل قديم، بدنا نرجع بنعمرهم جديد بشكل احسن. بس اذا انضرب مطار بن غوريون وهوليك بيخسر، مزبوط. إيه. انت يعني هلا بعيد الشر عن المطار، يعني حتى لو ضل مدرج تنزل فيه الناس ماشي الحال، بس عمليا نحن معرضين لحصار بالاقتصاد وبالثقافات وبالسياسي. نحن اخذونا على رغيف الخبز، خلوك انت تكون اسير لهذا الامر. هاي الدول اللي عم تقول، لاحظ انت، طب انتم جيتوا بتعملوا ربيع عربي بس بالدول اللي معادية لإسرائيل ضمن ثقافتها، صح. بس الدول اللي لا فيها ديمقراطية ولا فيها مجالس نواب وهي مرتبطة فيكم وهي ما بدها. طيب خذ انت مثلا، ممنوع ايران تعمل نووي، بس باكستان حدها عندها قنابل نووية، لانه باكستان مش رافعة لواء فلسطين. إيران قضية مهسا أمين، إيران بده يسقطوا النظام كرمال. هلا ايران تقول انا يكفي المؤمنين شر القتال وما بقى أنا تعني مع لي القضيه أمريكا. الفلسطينيه، لا ما بقى تعني لي، وانا بدي اعمل تنميه بالداخل وما بقى بدي. فجأة بتصير هي الدولة المحبوبة للأمريكان، وبصير معلش انه يكون بيسموه النظام الملالي، قال يكون وين وبعد شيء المشكل؟ وبترجع ايران تعمل سطوتها على دول الخليج اللي كانوا يروحوا يسلموا عليه للشاه هيك اني بحب فعل الامريكان. نفس القصة هلا بسوريا، توقف انه هاي الثوابت اللي بعدها بتؤمن فيها رغم كل شيء بموضوع القضية الفلسطينية. ليش لما اجى الافندي وزير خارجية امريكا كولين باول الى بعد احتلال العراق، شو قال له للرئيس بشار الاسد؟ قال له نحن صرنا حدك، عندك خياراتك، حماس ما فيه، حزب الله ما فيه، علاقات مع ايران غير طبعا. شكل ما فيه، واللي بدك اياه وحكم واعمل، وبدك ترجع على لبنان فيك تضلك بلبنان مثل ما حاولوا وتعمل واللي بدك مثل اياه. ما حاول مع أبوه لما قال له الراحل، لا، مثل ما حاول مع أبوه الراحل، لأنه دائما كانوا يحاولوا يجيبوا له صفهم لما قال كرمال لا، إسرائيل. لما قال لا، شفنا شو كيف بلش الاعداد. الاعداد لمسرح التحولات بالشرق الاوسط بدا عمليا بال 2003، واضح. عشيه غزو العراق. احتلال العراق. نعم. انعمل فيلم الطائرات، فيلم هوليودي كبير جدا، والا في تيجي طيارات، فيش مزح اذا واحد بده يحكي بس بصير يقول لك ليك شو عم بيحكي. فيلم انعمل لترتيب اعاده ترتيب المنطقه. تعال حتى نقرا ما قبل كل الكتابات قبل 2001 وقبل 2000، بتحس على انه طب كيف هي بالمصادفه انه في فيلم اسمه رمال الصحراء او حتى سموه رجع هن عاصفة الصحراء. كيف الامريكان من بعد حدث مدوي بينزلوا بالصحراء وبيروحوا بيحتلوا العراق، ومن ثم يتقدموا الى دمشق، وانه شو بيعملوا شو بيساووا. هاي بالمصادفة كلها بتجي؟ لا، ما بتجي بالمصادفة، هاي عند العقل الغربي اللي كان مخطط. وانا برأيي نحن بعدنا لحد الان ضمن تداعيات مشروع هنري كيسنجر، اللي بعد استخدام العرب للنفط لمدة اسبوع ب 73 لما طلع الملك فيصل وقال اخذ الموقف مشان مساندة شو اسمه، عمل هنري كيسنجر اجتماع لكل السفراء الامريكان باوروبا ومدراء المحطات الاستخبارات الامريكيه، اجتماع سري، وصدرت عنه الوثيقه اللي قال فيها انه يجب ان ندخل منطقه الشرق الاوسط وبلاد المسلمين بحرب قد نسميها حرب 100 عام، واساسها تفتيت الخرائط، واساسها صراع سني شيعي لا يتوقف. تعخدها من بعدها، جينا على حرب لبنان، جينا على كامب ديفيد، ومن ثم اجتياح بيروت، ومن ثم بلشنا نحكي سني وشيعي، بلشنا نحكي بالخرائط الضيقة، بلشنا نقول كردي واشوري وازيدي، بلشنا نقول بربر وعرب بهون، ومن ثم كان مشروع تفتيت مصر اقباط ومسلمين وسلخ سينا عنا، وبعد المشروع قائم. نعم. كل هالامور هيدي كلها ومن نحن ثم من 2011 بعدنا ضمن. وصولا تيجي للبعض ولا حبيبي اقرا منيح لتفهم شو عم ينعمل فينا. إيه. نحن آنيين، نحن بس بنفكر هلا اي واحد تطلع بالشارع في حرب ولا ما في حرب. لكن